4 أسباب لميل عود الفول، وهقول لك على علاج كل سبب منهم آخر الفيديو. الري غير المنتظم، يعني لو زودت مية العود يبقى طري، ولو عطشت العود يضعف ويميل. تاني حاجة زيادة الأزوت، النيتروجين الكتير يخلي النبات أخضر بس العود يبقى طري وما يشيلش نفسه. تالت حاجة أعفان الجذور، الجذر يبقى مريض ومش قادر يشيل النبات فتلاقيه مايل حتى لو شكل العود كويس. رابع حاجة التزاحم أو قلة الشمس، النباتات تبقى كتير فالنبات يطول ويميل علشان يدور على ضوء الشمس. هقولك على علاج كل سبب. السبب الأولاني الري الغير منتظم، لازم يكون منتظم، يعني لا تعطش ولا تغرق. تاني حاجة اللي هو زيادة الأزوت، لو بسبب زيادة الأزوت نوقف الأزوت تماما وندي بوتاسيوم للنباتات. أما لو بسبب أعفان الجذور فندي رشة مبيد فطري زي روداميل جولد أو توبسين. أما لو بسبب تزاحم النباتات فنحاول نخفف النباتات علشان نقلل الظل على النباتات والنبات ياخد راحته، وبإذن الله هنحصد عشان زارعين.